انا حققت واحد من احلامي في العبايه دي بكل بساطه. انا ومنيه في اول يوم للبليون سامت قررت البس عبايه، بس مش اي عبايه، عبايه رسمتها وفصلتها بنفسي مع مساعده ديما اجدع غزاويه في الدنيا. الموضوع ابتدى لما بيسان جت مصر قبل الاحداث سنه 2023 وسافرنا الفيوم سوا، وشفتها لابسه هودي عليه العلم من الظهر ومكتوب عليه فلسطين عربيه حره، وخدته منها يوم، وبعدها وعدتني ان اول ما ترجع تاني مصر هتجيب لي واحد معاها. لكن بعد الاحداث متقابلناش تاني، لكن قررت ارسم الهودي اللي كانت هتجيبهولي بيسان وهي جايه على ظهر العبايه، وحتى الكوفيه اللي ترمز لحاجات كتير، زي مثلا الخطوط دي ترمز لشبكه الصيد، وشكل النبات بيرمز لشجر الزيتون، والخطوط العريضه هي خطوط التجاره اللي بتعبر عن تاريخ البلد. وزي ما بيسان وحكواتيه اثروا فيا، حبيت المره دي اشكرهم بانهم علمونا معاني كتير علمت في مخنا وفي لبسنا وفي حياتنا. شكرا بيسان، ومستنيه منك الهودي برضو. حتى لقاء اخر. سيظل البطل القناص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد يرمي